يسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد مع وصفة جديدة من المطبخ اليمني اللي هي المدربش اليمني أو المخلوطة. وصفة كتير طيبة وسهلة وسريعة، ويلا نبدأ الفيديو. أول شي بنجيب كاستين طحين، معلقة صغيرة خميرة، بعدين بنضيف كاسة ونص مية دافية بالتدريج، وبنخلط لحد ما نصل للقوام المطلوب. وهي القوام اللي بدنا اياه. بعدين بنضيف بيضة والبهارات اللي هي نص معلقة صغيرة من كل من الكمون والكركم والبابريكا والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة، وبنخلط منيح. بعدين بنضيف الخضار اللي هي حبة جزر مبشورة وحبة بطاطا صغيرة مبشورة وبصلة صغيرة مبشورة، كوب من البقدونس المفروم وفلفل أخضر مفروم، وبنخلط منيح. وبعدين بنغطي الخليط وبنتركه يرتاح نص ساعة. وهلأ صار جاهز. وبالنسبة للتشكيل بنجيب معلقة وبنخلي شوية زيت جنبنا عشان ننزل المعلقة بالزيت، بيكون أسهل إلنا بالتشكيل وقت نزولها للمقلة. وعلى النار خلينا الزيت يحمى، وبعدين بنشكل كرات مثل من العجين مثل ما هو موضح بالفيديو. وبنقلبها كل شوي لحد ما يصير لونها ذهبي مثل ما انتوا شايفين. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، ومثل ما قلت لكم وصفة ولا أروع من المطبخ اليمني، وإن شاء الله صحة وهنا يا رب.